هل رأيت يوما صورة تغير كل شيء؟ تخيل أن سماء بلدك لا تقاس بعدد الطائرات القديمة بل بعدد يثير الدهشة. مئات من الطائرات الحديثة، قاذفات مقاتلات من جيل جديد، وطائرات تعمل جنبا إلى جنب مع أسراب من الدرونز الذكية. سؤال بسيط لكنه يقرع بوابة الفضول: هل تستطيع دولة في شمال إفريقيا أن تغير قواعد اللعبة بهذه السرعة؟ اليوم سأقص عليك قصة قد تبدو كفيلم استراتيجي، لكنها تكتب هنا في واقع سياسي وعسكري يتبدل. في نهاية هذا الفيديو سأكشف لك ما الذي يعنيه هذا التغيير لك كمواطن، وكيف ستشعر عائلاتكم، مهنكم وأسواقكم أمام سماء جديدة تسيطر عليها قوة لا تهمل. منذ سنوات والجزائر تعمل بصمت، لا بالضجيج الإعلامي بل بخطوات مدروسة: تحديث قواعدها، تدريب أجيال جديدة من الطيارين والمهندسين، وبناء سلسلة إمداد وصيانة محلية تستعد لمهمة أعظم. لكن ما حدث مؤخرا لم يكن خطوة ترقيع عادية، بل إعلان عن نية استراتيجية: دخول محطة جديدة في تاريخ القوة الجوية الجزائرية. وبدا ذلك واضحا في تسريبات وتقارير دولية تحدثت عن صفقات لاقتناء نماذج متقدمة، بما في ذلك صفقة السخوي SU-57 التي وضعت الجزائر في مركز الاهتمام العالمي. هذه المعطيات تضعنا أمام واقع لا يحق لنا تجاهله: السماء الجزائرية لم تعد ما كانت عليه. لكن توقف هنا للحظة، لأن الإيمان بالخبر يحتاج إلى فحص. بعض المصادر المتداولة تتحدث عن أرقام كبيرة جدا، حتى وصلت إلى رقم صادم: 300 طائرة مقاتلة في عقد واحد. هذا الرقم لو صح لكان تغييرا جذريا يتجاوز كل المؤشرات في القارة. ومع ذلك المصادر المتحققة الأقرب إلى الوثائق الروسية المسربة تشير إلى أرقام أصغر بكثير فيما يتعلق بطائرات SU-57. على سبيل المثال، تقارير تشير إلى طلبات أولية لعدد محدود من هذه الطائرات، حوالي 12 طائرة SU-57 مع طائرات أخرى مثل US-34. التباين هذا بين الشائعات والأوراق المسربة يكشف لنا أمرا أساسيا: في عالم الأسلحة الأرقام تستخدم أحيانا كأداة ضغط ورواية سياسية، فلنأخذ الأخبار الكبيرة بوصفها شرارة سردية ونقارنها بالوثائق حين نريد أن نبني فهما عمليا. إذن ماذا نملك من يقين؟ يقيننا الأبرز هو خطة إعادة بناء طويلة المدى. الجزائر لم تشتري أسلحة لأنها تريدها فحسب، بل لأنها بنت منطقا استراتيجيا. الاعتماد على توازن من مصادر التكنولوجيا وبرامج تدريب مكثفة ونقل للمعرفة، برامج التدريب في الخارج، استخدام خبراء، والتعاون مع شركات تكنولوجية ذات خبرة، كل ذلك هو جزء من مشروع وطني هدفه الأسمى الاستقلالية الدفاعية. عندما يأتي طيار جزائري ليطير بمنظومة متقدمة، ليس فقط لأنه اجتاز دورة تدريبية، بل لأن وراءه مصنعا، منظومة صيانة وورشة إصلاح، وكلها تعني وظائف ومهارات تبنى داخل البلاد. هل هذا يغير ميزان القوى في البحر المتوسط؟ نعم، وربما أكثر من ذلك. الدول التي اعتادت أن تقيس التفوق الجوي على أساس عدد محدود من الطائرات المتقدمة ستواجه الآن قوة إقليمية أكثر تكاملا. فرنسا، إسبانيا، دول أوروبية ومحيطية لاحظت تحركات جزائرية أثارت تحليلات وإعادة تقييم للخطط التشغيلية في البحر المتوسط وشمال إفريقيا. هذا لا يعني تلقائيا تحولا هجوميا، بل يعني أن للجزائر قدرة أكبر على حماية مصالحها وتأمين حدودها والمساهمة في جهود إقليمية إذا دعت الحاجة. ولكل دولة ميزة، عندما تزداد قدرة دفاعية عند جارك ستشعر بغضب أو تخوف أو حث للتطوير. في النهاية هذه دورة قد ترفع وتيرة التسليح في المنطقة إن لم تدر دبلوماسيا بحكمة. تخيل معي مشهدا داخليا: قاعدة جوية في الجنوب الجزائري تقف فيها طائرات حديثة، حولها مهندسون شباب وتلاميذ يتعلمون أنظمتها. في غرفة أخرى طيار يتدرب على محاكيات الرقابة والقتال، ويتعلم التنسيق مع سرب من الطائرات المأمولة والطائرات بدون طيار. نظام اتصال مشفل يربط بين المقاتلات، مراكز القيادة، وحتى صناعات محلية تقدم قطعا وقطع غيار.
هذا التصور ليس خوفا مبالغا فيه، بل وصف لنوع من الهندسة العسكرية التي تجمع بين القدرات التقليدية والرقمية. سر نجاح أي جيش اليوم ليس فقط في الطائرة نفسها، بل في شبكة الدعم المتكاملة حولها. الآن دعنا ننزل إلى أرض الواقع. وما الذي يتغير لمواطن عادي؟ أولا، الأمن. وجود قوة جوية متطورة تعني قدرة أعلى على رصد التهديدات الجوية، قطع طرق التهريب، وحماية الحدود الواسعة، خصوصا في مناطق حساسة كسهل الجزائر والحدود السودانية. ثانيا، الاقتصاد والتوظيف. مشاريع صيانة وإنتاج محلية تعني مصانع، ورش عمل، برامج تدريب مهني، وفرص لشركات وطنية لتقدم خدماتها. ثالثا، التكنولوجيا. نقل المعرفة المنتظم سيضع البلاب على طريق تطوير قطاع إلكترونيات الطيران، الاتصالات، وحتى البرمجيات المتقدمة. باختصار، ليست الطائرة وحدها ما يهمك كمواطن، بل ما تبني حولها من قدرات اقتصادية واجتماعية. لكن كل هذا يأتي مع مسؤوليات ومخاطر. هناك كلفة اقتصادية هائلة تدفع، وعبر تاريخ الدول ارتفعت أسعار العتاد على حساب برامج اجتماعية مهمة. إذا لم تدر الميزانية بشفافية وذكاء، قد يتحول الفخر الوطني إلى عبء مالي يؤثر على الخدمات الأساسية. وسياسات الشراء والتعاون الدولي ينبغي أن تخضع لمعايير تضمن نقل التكنولوجيا ومصالح الشعب، لا عقودا مغلقة تبقي المعرفة خارج الحدود. وبالتالي السؤال الذي لا يجب أن نتجاهله: كيف يضمن المواطن أن تكون هذه القوة لصالحه؟ الجواب يكمن في مساءلة مدنية، شفافية حكومية، وتخطيط اقتصادي يوازن بين الأمن والتنمية. وبالعودة إلى المشهد الدولي، التسليح الجزائري الحديث، حتى ولو لم يكن بالمقياس المعلن، فإنه يفرض على الخارج مراجعة حساباته. الحوارات الاستراتيجية لا تبنى على الصراخ، بل على قراءة الواقع بموضوعية. إذا كان لدى الجزائر حق مشروع في حماية سيادتها، فالأمر يتطلب من شركائها وإقليميينها فتح قنوات للحوار لتجنب تصعيد لا يخدم أحدا. العلاقات الدبلوماسية وليست المواجهات هي الطريق لتقليل فرص الاصطدام، خصوصا وأن المنطق الصحيح يقتضي أن تستثمر القوى الكبرى في الاستقرار وليس في نزاع لا طائل منه. نصل أخيرا إلى ذروة السرد. ماذا لو كانت الأخبار عن 300 طائرة مبالغة؟ ماذا لو كان العدد الحقيقي أصغر، لكن الجودة والتوزيع والتكامل مع الدرونز والوسائل الإلكترونية هي من يصنع الفارق؟ هذه المفاجأة الحقيقية. في عصر الحروب الشبكية والمعلوماتية، ليست الكمية وحدها من يحدد القوة، بل جودة الشبكة القتلية. اتصالات مشفرة، نظام قيادة متكامل، طيارون ومدربون ذوي كفاءة، وبنية صناعية محلية تدعم التشغيل طويل المدى. الجزائر بحسب تقارير متباينة تتجه نحو هذا النسق، وليس لمجرد استعراض عسكري، وهذا ما يجعل التأثير فعليا ومستداما حتى لو تغيرت الأرقام الرسمية لاحقا. ألخص لك المشهد في 3 جمل مباشرة. أولا، الجزائر تحدث تحولا حقيقيا في قدراتها الجوية عبر عقود وعمليات تدريب طويلة المدى. ثانيا، الأرقام الكبيرة التي تتداول قد تكون مزودة بروايات سياسية، ولكن اتجاه نحو تكنولوجيا متكاملة واضح في المعطيات الموثوقة. ثالثا، الأثر بالنسبة للمواطن هو مزدوج: حماية أفضل وفرص اقتصادية أكبر، ولكن مع ضرورة رقابة مدنية لضمان إنفاق عقلاني. وعدي لك بالمكاشفة: هذه ليست حملة تفخيم ولا دعوة للقلق، إنها دعوة لفهم واع. الفخر أمر مشروع حين ينبع من إنجاز حقيقي يترجم إلى رفاه وأمن للجميع، ولكي يتحقق ذلك مطلوب منك كمواطن أن تسأل، أن تطالب بالشفافية، وأن تدعم مشاريع التحول التي تخلق وظائف وتضمن نقل المعرفة بدلا من أن تبقى صفقات مغلقة. إن قوة الدولة الحقيقية لا تقاس بعدد الطائرات فقط، بل بقدرتها على تحويل تلك القوة إلى خير عام.